صباح الخير. الفيديو بتاع النهارده كده هيبقى عباره عن بتكلم معاكم ازاي تختاري الهدوم المناسبه اللي ليكي، على فكره سواء بنت او ولد. ازاي تختاري الهدوم المناسبه اللي ليكي وتعملي عارفين الشوبينج اكسبيرينس كده كلها. عايزه اجو ثرو ات معاكم. صراحه ده كان سجستشن لواحده منكم، كانت قالت لي على انستجرام ان عايزه فيديو بالشكل ده، والفكره عجبتني قوي عشان عندي كلام كتير قوي ممكن اقوله وكتبته كله في الصفحتين في الكراسه هنا. قلت اكسر الحته بتاعت اني قاعده وبتكلم ان انا اعمله فلوج شويه. قبل ما نبدا هقول لكم على حاجتين. اول حاجه عايزه اعمل شاي اخضر الساعه 1. تاني حاجه انا بكون عايزه اصور الساعه 1 الظهر من 11 لواحدة عشان الشمس تكون داخله جوه الاوضه، فيبقى كمان ساعتين خلاص الفيو ده بيبقى راح والشمس دي بتبقى راحت. فعشان كده اول حاجه بعملها الصبح لما اصحى هو ان انا اصور الفيديوز سواء الانستجرام او التيك توك او اليوتيوب عشان ابقى قدام الشباك ده كده. عقبال ما الميه تغلي هعمل السيت اب بتاع انستجرام عشان هبدا الاول بالفيديو بتاع انستجرام. بسم الله كده انا جاهزه. هبدا اصور الفيديو لانستجرام وبعدين نبدا بقى الفيديو بتاعنا على تيك توك. وهنبدل الكاميرا دي عشان الكاميرا دي مش بحب صوتها. ودلوقتي 1 2 3 شايفين الفرق؟ انا دلوقتي صورت فيديوهين للانستجرام بس مش عارفه مش حاساهم قوي، فلما انتوا تشوفوهم قولوا لي رايكم ايه. هتلاقيهم هما الفيديوهين اللي بنفس الطقم ده. وشربت نص الشاي الاخضر هكمله معاكم. ودلوقتي بقى هنبدا نتكلم باستفاضه جدا ورغي كتير قوي عن الشوبينج اكسبيرينس، وان انت تعملي استراتيجي لنفسك. وحتى زي ما قلت في الريل اهم من الشغل تظبيط الشغل. فكل اللي انا هقوله لكم بس ازاي تظبطوا الافكار بتاعتكم وتبقوا بريبيرد قبل ما تنزلوا عامه تعملوا شوبينج او تشتري هدوم بشكل عام، عشان تبقوا ويل اورجنايزد وما تضيعوش وقت وما تضيعوش فلوس وفي الاخر تشتروا حاجات وانتم مش هتستخدموها. ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. الخلاصه بتاعه الموضوع ان الواحد يبقى واخد باله وهو بيشتري وازاي يحدد ويعرف الستايل بتاعه. ودي الحاجات بقى اللي انا بقولها لكم هنا ومش بقولها في البلاتفورمز الثانيه. ولو انت زهقانه مش مشكله، شغلي الفيديو جنبك. مش مهم خالص ان انت تشوفي حاجه فيجوال خالص، خلي فيديو جنبك واسمعي بس الكلام اللي انا بقوله. بس اي توتالي برضو ريكومند الصراحه ان انتوا تجيبوا معاكم بس قلم وورقه او حتى تكتبوا على الموبايل شويه بوينتس مهمه ترتب كده الافكار بتاعتكم 1 باي 1، وعشان ما تنسوش حاجه وتضطروا كل شويه ان انتوا ترجعوا للفيديو ده. فالبوينتس اللي انتوا حاسينها هتفيدكم بس تكتبوها وتبقى دايما موجوده قدامكم. اول بوينت وهي بوينت كبيره ان انت تحددي الستايل بتاعك. ودي فيها حاجتين: في ستايل انت بتحبيه وانت عايزه تلبسيه وانت بتستريحي فيه، وفي ستايل تاني انت مجبره عليه. هقول لكم ده ايه وده ايه، بس نتكلم الاول في الستايل اللي انت بتحبيه. حددي الحاجات اللي انت بتحبيها. انت شخص كلاسيكال اكتر ولا شخص بتحبي الحاجات المجنونه اكتر؟ شخص بتحبي البيزكس ولا بتحبي الكاجوال وسوات بانس واوفر سايز تي شيرتس؟ انت بتستريحي برضو في ايه؟ يعني ممكن تكوني بتحبي حاجه بس مثلا انا واحده، انا منتهى الصراحه انا بختار الشكل على الراحه. دي شخصيتي، انا بحب الشكل يبقى حلو حتى لو هتيجي شويه على راحتي. في ناس الراحه بالنسبه لها هي نمبر 1 وهي الحاجه الاساسيه. فدي حاجه انت تختاريها، انت بتشوفيها وبتشوفي انت عايزه ايه وبتحبي ايه. تاني بوينت بقول لكم بقى الستايل. التو بوينتس هيحددوا لكم الستايل بتاعكم. تاني بوينت بقى الستايل اللي انت مجبره عليه. مثلا انت بتروحي جامعه فاغلب لبسك هو لبس جامعه لازم يبقى بشكل معين، او مثلا انت واحده بتشتغل في بنك فاغلب لبسك برضو هيبقى بشكل معين مش بمزاجك. دي حاجه بقى انت مجبره عليها. فدي اول بوينت. الانفايرمنت والكوميونتي اللي انت فيه. اغلب مثلا ممكن تبقى مثلا انت انفلونسر فاغلب حاجتك مثلا ايفنتس، فبتروحي ايفنتس وبتاع فانت لازم تبقي لابسه حلو وبشيك. فبرضه ده نوعيه تانية. فكل واحد بسبب الانفايرمنت وبسبب طبيعه شغله وبسبب الحاجه اللي هو بيعملها. انت دكتوره فكل اصلا لبسك سكرابز مش بتلبسي قوي، ولما بتلبسي بتبقي مثلا مركزه اكتر. دي حاجه انا مثلا ببقى مركزه اكتر في الحاجه اللي من تحت عشان انا من فوق كده كده لابسه ببلطو. فدي بيزد اون الانفايرمنت بتاعتك والاماكن اللي انت بتروحيها. تاني حاجه في الحته بتاعت الستايل اللي انت مجبره عليه هي الفاليوز بتاعتك. هل انت واحده بتحبي لبسك يبقى مودست ولا انت اوبن انك تلبسي حاجه مفتوحه اكتر؟ دي حاجه برضو ترجع لك وانت بتشوفيها عشان تحددي الستايل بتاعك. لا والله انا كنت بلبس مفتوح وعايزه ابدا ابقى مودست شويه، فيبقى الستايل بتاعك هيبدا يقلب مودست شويه، حاجات واسعه اكتر، حاجات
طويله او مقفوله اكتر من لما كنتي قبل كده. تالت بوينت في الستايل اللي انت مجبره عليه اللي هو مناسب ليكي، طبيعه جسمك. كل واحد بيبقى عارف طبيعه جسمه وايه مش هقول استغفر الله العيوب، بس ايه الحاجات اللي يعني المفروض ان احنا نداريها اكتر من ان احنا نبينها، عايزين ان احنا نكاموفلاجت اكتر من ان هي اللي تبقى حاجه ظاهره. فطبيعه جسمك دي مهمه جدا ان انت تاخدي بالك منها، وان انت فكره انا بحب جسمي وانا هبين برضو دي حاجه ترجع لك، بس انا بتكلم في بيزكس الهدوم وبيزكس شوبينج عشان اديكوا تاخدوا فول اكسبيرينس. فكده قلت لكم على 3 حاجات لازم تقعدوا مع نفسكم وتشوفوها في الستايل اللي مجبر عليكم، طبيعه الشغل والانفايرمنت بتاعتكم، طبيعه جسمكم، وانتوا الفاليوز والمبادئ بتاعتكم عباره عن ايه. بالتو بوينتس الاولانيين كده تكوني حددتي الستايل بتاعك. لما بقى تحددي الستايل بتاعك تعالوا ندخل على تاني حاجه، بنترست. جماعه انا بعشق حاجه اسمها بنترست. بنترست بجد حاجه حلوه جدا، بحس ان هو سوشيال ميديا رايقه. افتحوا بنترست، لو ما عندكوش نزلوا الابلكيشن وخلوه عندكم، واعملوا حاجه اسمها بورد. البورد دي ان انتوا الحاجات اللي عجباكوا بتعملها سيف زي كانها البوم مثلا. شوفوا بقى الستايلز، احنا عرفنا كده رفلي الستايل بتاعك عامل ازاي، فابداي دوري مثلا على كلاسيك ستايل، مثلا وينتر كلاسيك ستايل، والصور اللي تعجبك وشكل الهدوم دي تحسي ان هي هتبقى ملائمه لمبادئك وملائمه لشغلك وملائمه للانفايرمنت بتاعك وملائمه لجسمك، وكل ده بقى هتعملي لها سيف في البورد بتاعه بنترست او الالبوم اللي موجود على بنترست ده. عشان عارفين دايما بحب مثلا تغذيه العين، الواحد يشوف حاجات كده، لما بتشوفي الحاجه قدامك بتغذي عينك، بتفهمي الفكره اوتوماتيك. عارفين ايه اللي هيحصل لما هتنزلي تعملي شوبينج بره؟ هتبداي ان انت عينك تلقط الحاجه اللي انت كنت عاملاها سيف على بنترست، عشان ايه ده، هو ده الحاجه اللي انا حباها، ايه ده هو ده الحاجه اللي انا عايزه اشتريها، ايه ده هي دي اللي انا حاسه ان هي هتمشي عليا. وممكن ان انتوا اصلا تلاقوا ان انتوا عملتوا مثلا سيف لاوتفيت معين، وفي الاخر الاوتفيت ده انت اصلا اوريدي عندك في الدولاب، مثلا لقيتيها مثلا لابسه قميص ابيض وبنطلون اسود، ايه ده طب ما انا عندي قميص ابيض وبنطلون اسود، بس هتلبسيهم بقى انت بالشكل اللي لقيتيه على البورد على بنترست. القميص معرفش مثلا ربطاه عامله ازاي، ولابسه اكسسوارز عليه عامله ازاي، وبعدين حاطه مع كده، يعني فاهمين؟ بتديكوا افكار وبتفتح دماغكم بشكل حلو قوي. عايزين دلوقتي بقى ننزل نشتري الهدوم بتاعتنا. هننزل نشتري الهدوم من فين؟ في اوبشن من الاثنين، يا اما اونلاين يا اما محلات، مفيش اوبشن ثالث. ممكن برضو انتوا تبقوا تقولوا لي انتوا بتشتروا الهدوم بتاعتكم منين في الكومنتس، يمكن الناس تستفيد منكم. بالنسبه للاونلاين، لو انت لسه مش اكسبيرينس قوي في الشوبينج ومش بتبقي عارفه ايه الحاجه اللي بتليق عليكي، ومش بتبقي اللي هو لا انا عارفه ان ده هيمشي مع جسمي، بلاش تجو للاونلاين شوبينج خالص، عشان الاونلاين شوبينج في الحته دي بيقلش قلشه بنت لذينه. بتجيبي الحاجه وتبقى شكلها تحفه على الموديل، بس ما هو الموديل معرفش شكلها بيرفكت جسم وكل حاجه فيها ما شاء الله اكبر بيرفكت، تيجي عليا يطلع زي الزفت، اجيب فستان يطلع جلابيه and so on. فلو انت مش اكسبيرينسد ولسه مش قوي في الحته دي، وبالذات الحاجات بقى اللي هي ما فيهاش ريفند واكسشينج والقصه بتاعت الشوبينج اونلاين دي، بلاش ان انت تجيبي حاجه دلوقتي اونلاين لحد لما توصلي بس للليفل ان انت تبقي خلاص انت عارفه انت بتشتري ايه ومن فين ومنين، تكوني مثلا اوريدي اشتريتي منهم فانت عارفه السايز تشارت بتاعك والكلام ده. فده بالنسبه للاونلاين. هنا بقى اكتر عايزه ارغي معاكم في الحته بتاعه الشراء، ودي انا واثقه ان هي هتفيدكم جدا جدا جدا. طول عمري كنت بروح عادي سيتي ستارز، سيتي سنتر، كير فيستيفال، اروح اشتري هدومي الصراحه، بس دلوقتي ده ما بقاش اوبشن موجود بالنسبه لي. الواحد بدا يشوف ايه هي الالترناتيفز والاوبشنز الثانيه. الالترناتيفز عايزه اقول لكم ان احنا بجد عندنا لوكال براندز، حاجات محليه مصريه حلوه جدا. في بقى 3 اوبشنز. اول حاجه الاونلاين ستورز. الاونلاين ستورز دي لما تلقطي حاجه منها حلوه تبقى تحفه، بس انا زي ما بقول لكم الشوبينج اونلاين مش غاويه قوي، فبحب جدا الاونلاين ستورز دي انزل البازارات اللي هم نازلينها. البازارات بقت ماليه البلد طول ما انتم ماشيين. ما كنتش بحب البازارات في الاول، القياس فيها سخيف جدا وبتبقي الدنيا ملخبطه قوي ومش حاسه ان انت عينك مستريحه. بس عايزه اقول لكم ان في كتير من المحلات دي فتحت اصلا ستورز على الحقيقه، من ضمنهم مثلا اللي بحبه جدا حاجتين، ملامح وفابريك تيلز. انا الصراحه فابريك تيلز دايما بشوفه في البازارات عشان بيبقى منظم جدا وعامل بوث كبير قوي، بحبه جدا جدا. جبت منه كوت اسود تحفه اللي هو ماسك نفسه، حاجه دي لو كنت جبته من اي محل تاني هيبقى غالي جدا. عارفين ناس زيي وزيكم كده فتحوا البراندز بتاعتهم وكانت صغيره وبدات ما شاء الله تكبر واحده واحده. برضو بحب قوي نوها ديزاينز، دي موجوده اونلاين، كنت اشتريت منها لما كنت برضو شفتها في بازار، اشتريت
اشتريت منها، فلما عرفتها بقيت عارفه السايز تشارت بتاعها وعارفه مقاسي فيها ايه وعارفه الفيت بتاعها شكله عامل ازاي، فاقدر ان انا اطلب منها اونلاين. فاول اوبشن اللوكال براندز، وتاني اوبشن اللي هي الاونلاين، وتاني اوبشن اللي هي البازارات اللي هو بينزلوا فيها اللوكال براندز. ممكن نعتبر دي نقطه واحده يعني مع بعض. تاني حاجه بقى المحلات اللي وحياه ربنا اكتشاف، انا بالنسبه لي لسه مكتشفاها قريب، موجوده طول الوقت بس انا ما كنتش يعني عمري عارفين ما كان الاوبشن ده اصلا موجود قدامي، فكنت بعملها. عباس العقاد ووسط البلد. بس عباس العقاد الصراحه انا لما نزلته ما استريحتش فيه خالص، الشوارع مكسره وبتاع وتفضلوا طالعين نازلين وزحمه قوي، فما اتبسطتش قوي فيه. بس مثلا اكتشفت فيه محل كان اسمه وان تايم او مور تايم، وان تايم تقريبا، وبعدين لقيت وجبت منه حاجات تحفه، ولقيت محل ده فاتح في الرحاب في جيت واي مول، عنده حاجات رهيبه رهيبه بجد رهيبه. احلى بقى اوبشن في الدنيا فابريك، احلى بقى اوبشن في الدنيا واكتر اوبشن مريح في الحياه. جماعه لو انتوا عمركم ما رحتوا وسط البلد شارع قصر النيل، روحوا وهتشكروني بجد، حلو جدا. unlimited options ما بين المحل والمحل محل، اللي هو لدرجه في ايه يا جماعه، انا كان عندي خطوبه بنت خالي، وهتلاقوا لو انت كنت ماسكه الموبايل بس قربيه عشان تشوفي الصوره دي بس بتاعت الهدوم. اي ثينك لو انتم متابعيني على انستجرام اكيد شفتوها. يا جماعه الفستان ده انا جبته لاست مينت، كنت جايباه من محل في وسط البلد في شارع قصر النيل، تحفه. كنت اصل كانت خطوبه في البيت، فانا مش عايزه حاجه تكون اوفر، في نفس الوقت مش عايزه حاجه برده كاجوال، فالفستان ده كان بيرفكت وقسته وظبطته وكل حاجه من محل هناك اسمه سهى. محلات وسط البلد مليانه حاجات، كل محل فيه السواريه انليميتد وفيه الكاجوال انليميتد، واسعار رهيبه بجد، اسعار حلوه جدا. فاي حد ما راحش وسط البلد يمشي في شارع قصر النيل، روحوا هناك هتتبسطوا بجد قوي، وكده كده هتطلعوا بحاجات كده كده يعني، مش مفيش حد هيروح مش هيجيب حاجه، دي من ماي بيرسونال اكسبيرينس. روحوا جربوا، بعد لما عرفتوا هتنزلوا تجيبوا هدومكم منين. هنجيب ايه بالظبط بقى؟ هقول لكم لازم يبقى عندكم اساسيات. ايه هي الاساسيات؟ عندنا قميص ابيض، عندنا جاكيت جينز، بيرفكت فيتد جينز، وده ارجح بصراحه تروحوا محل يكون انتوا بتستريحوا في الجينز بتاعه، وما تسترخصوش في كل الكلام ده. تي شيرت بيزك لونها ابيض، وتي شيرت بيزك سودا، والقميص الابيض او بلوزه بيضه زي اللي انا لابساها كده. ليه بقى جماعه؟ الحاجات دي هتعرفوا تلعبوا بيها بشكل مش طبيعي. ممكن كمان نزود عليهم بنطلون اسود، بس يعني ده كده رفلي برده، كل واحد بيشوف ايه اللي بيمشي معاه وايه اللي مش بيمشي معاه. دي تعرفوا تلعبوا بالحاجات دي مليون مره. ممكن تلبسي البلوزه البيضه دي كانها بيزك مثلا، وتلبسي فوقيها جاكيت الجينز، وتلبسي بنطلون اسود. البيزك البيضه هتلبسي فوقيها اي بلوزه من فوقيها او اي جاكيت اللي هي البيزك والبيزك السودا نفس الحكايه. فالحاجات دي هي الاساسيه اللي بتبني عليها الدولاب بتاعك. لازم يكون عندكم حاجات تكون بيزك، ما تلعبوش يا جماعه وبلاش حفرقه كتير، بلاش نجري ورا الترند واللبس الترندي والكلام ده. الحاجات دي دلوقتي كمان بقت عمرها قصير قوي، فشوفوا الحاجات البيزكس الاساسيه. والله انا عندي الطقم ده بقاله مليون سنه، الفيست الجينز عندي وحياه ربنا بقاله كتير جدا، وبلوزه بيضه، بنطلون جينز بيزكس. كمان العبوا في حته الالوان الحياديه، ما تجيبوليش من البيزكس حاجه مثلا خضراء ولا صفراء، لا، الا بقى لو دي شخصيتك زي ما قلت لك هترجعي لاول بوينت، دي حاجه انت دي بتاعتك. بس بتكلم الطبيعي، لازم يبقى عندكم حاجات الالوان اللي هي النيوترال، الالوان الحياديه، ابيض اسود بيج رمادي، الوان حياديه تليق على كل حاجه، تعرفي تلعبي بيها وتعرفي ان انت تميكس اند ماتش فيها. طب كده الطقم بقى ممل جدا ومش ما فيهوش روح. وعلى فكره ده مش انا خالص، انا عمركم ما هتلاقوني لابسه طقم اصلا ممل كده، الا لو نازله حاجه سريعه يعني. بس عمركم ما هتلاقوني لابسه طقم ممل. انا لازم يبقى فيه فكره، انا بحب اصلا الفاشن وبحب ابقى ستايلش، وبحب الناس تشوف اللي هو الله لا الطقم حلو حتى لو طقم بيزك. فلازم يبقى فيه ستيتمنت، لازم اي طقم يبقى فيه ستيتمنت. ايه هي الستيتمنت؟ الستيتمنت هي اللي بتبان، اللي هو زي ايه بقى؟ جزمه حلوه، طبعا يعني جزمه مثلا لو انت هتلبسي هيلز مثلا، هيلز واضحه حلوه شكلها حلو، ما تبقيش لابسه الطقم كله بيزك ومثلا جزمه سودا. دي بالنسبه لي انا مش هو ده الستايل اللي انا بحبه. اكسسوارز جماعه، always accessorize، اوعوا تسكيب الاكسسورايزنج. الطقم ده انا بس مش حاطه الصراحه اكسسوارز عشان انا بصور في البيت، بس حطيت خواتم از يوجوال. بس always accessorize، ما تنزلوش من البيت من غير ما يكون في اكسسوارز، بتفرق بشكل رهيب. اكسسوارز ازن حزام، سلاسل من هنا، لو انت مش محجبه حلق، لو انت مش محجبه لازم شعرك ده تكوني مهتمه بيه وعامله فيه حاجه.
ما تسيبهوليش كده، ما تصحيش من النوم وتسيبيه كده، تعملي ستايلينج، تظبطيه. هي دي الحاجات اللي بجد بتفرق ما بين واحده لبست تي شيرت وبنطلون ونزلت، تانية لبست تي شيرت وبنطلون وعليها اكسسوارز وظبطت شعرها او ظبطت الطرحه بتاعتها وظبطت الجزمه ودخلت معرفش ايه جوه وحطت حزام ولبست الشنطه شكلها عامل ازاي. دي بقى الستيتمنت اللي انا بتكلم فيها. وبرده ما تلعبوش ان يبقى فيه اكتر من ستيتمنت. يعني مثلا لو لبسنا مثلا حزام فيه توكه كبيره، مش هنلبس حزام فيه توكه كبيره وشنطه مجنونه وحلق كبير وسلسله كبيره، لا. هي ستيتمنت بتبقى ستيتمنت واحده بس او اتنين بالكتير، ولو اتنين يبقوا بعاد عن بعض. يعني مثلا لو سلسله كبيره وجزمه مثلا فيها فكره، بس ما يبقاش الطقم كله ستيتمنت عشان ما نقلبش برده بلدي. يعني احنا برده في الاول في الاخر عايزين شكلنا حلو. وبكده تكوني انت كسرتي البيزك لوك اللي انت عاملاه. الستيتمنتس الحاجات الكبيره ممكن مثلا برده يبقى على فكره حاجه فيها شويه فكره. يعني مثلا انا الطقم ده بيزك جدا، بلوزه، استنوا اوريكم والله، شايفين بلوزه كده بيضه وخلاص. لكن لما زودت الفيست طرحه، استنوا باظت، لكن لما زودت الفيست غير الشكل بتاعه شويه. فممكن هنعتبر في الطقم اللي انا لابساه مثلا ان الفيست هو الستيتمنت اللي موجود في الطقم. اخر حاجه خليكي ذكيه وبلاي سمارت، ان انت مش كل حاجه بنشتري الحاجات الغاليه ومش كل حاجه بنشتري الحاجات الرخيصه. في حاجات ما ينفعش نسترخص فيها وفي حاجات مش لازم تجيبي الغالي منها. يعني مثلا الجزم دي يا جماعه ما تسترخصوش فيها ابدا. الجزم لازم تبقى مريحه، ومش بس يا حبيبتي عشان شكلك، لا. الجزمه دي لو لا قدر الله مش مريحه بتتعب ظهرك، بتتعبك، سبيشالي لو انت مثلا بتمشي او بتقفي كتير. ففي حاجات بجد الجزم هتتعب برجلك، في حاجات ما ينفعش ان احنا نسترخص فيها. الجزم ما تسترخصوش فيها. شويه اكسسوار عادي، اشتروا حاجات وهتصدي يا جماعه، هتترمي وهنشتري غيرها. فدي عادي ممكن الحاجات مثلا اللي نسترخص فيها شويه. مثلا الطرح والبيزك ما ينفعش نسترخص فيها. الطرحه على راسك طول الوقت وبتتغسل كتير فبتوبر، فهتشتري الطرحه من الاخر كده يا جماعه. في حاجات بنقول عليها الغالي رخيص، عشان انت لو الطرحه لبستيها مرتين ووبرت ورميتيها هتروحي تشتري كمان طرحه يومين وتوبر وترميها. غير لما تنفست في واحده محترمه حلوه ومش بتبوظ بسرعه فهتقعد معاكي وقت اطول. نفس القصه في البيزكس. البيزكس دي يا جماعه هي اللي بتبقى دايركتلي على جسمنا، اللي بتشرب العرق، واللي ممكن لو هي قماشه رخيصه ممكن تطلع لكم ريحه. فلو لا، ما احنا برضو مش هيبقى شكلنا حلو بس ريحتنا معفنه، صح ولا ايه؟ محبش اتكلم كده يعني بصراحه. او السوشيال ميديا لازم في حاجات تخلي بالك تبقي انت امتى تسترخصي وامتى مش لازم ندفع كتير، وامتى لا انا لازم اجيب حاجه حلوه. بس كده حاسه ان انا اديتكم شوبينج اكسبيرينس كامله متكامله. حاسه ان انا اديتكم استراتيجي الشوبينج اكسبيرينس ان انتوا تمشوا عليها ستيب باي ستيب. يا رب الفيديو بجد بجد يكون فاتكم، عشان قعدت اعمل ريسيرش عليه، تعبت فعلا عليه جدا. فيا رب يكون فاتكم وعجبكم. وكده انا خلصت. هنقفل بقى الكراسه دي عشان يعني احنا قلنا ان ده نوعا ما حطيت لكم سنيبتس ان هو فلوج، وبعدين المفروض ان انا هنزل اخرج مع صحابي عشان نشرب حاجه مع بعض واعمل اديتنج للفيديو ده وانزله لكم هو وانستجرام. بصوا استنوا ما تقفلوش الفيديو، لقيت ان انا ام انسبايرد بالكلام اللي كنت بقوله لكم النهارده، فقلت بس اوريكم يعني براكتيكال لوك اللي انا لابساه. بصوا الاوتفيت ده انا لابسه بيزك سودا اهي، دي بيزك عاديه جدا، وبنطلون اسود. طيب الستيتمنت كله دي اكسسوارز برضو، بصي يعني دي اكسسوارز بيزكس جدا ما فيهاش اي حاجه. الفكره كلها في الجاكيت. الجاكيت هو اللي عامل ستيتمنت لللوك كله، والجزمه بس برضو على خفيف يعني. بس كده شايفين، ولبست الحزام ملوش دعوه بالكراكيب اللي ورا، بس عشان كنت بلبس بسرعه عشان طبعا اليوم كله بصور وكده. اوريتكم لوك، ابقى اوريتكم براكتيكال لوك على اللي انا بتكلم فيه وعلى اللي انا اقصده في اللبس. انفست يا جماعه. بصوا البنطلون ده بقى كان غالي الصراحه بس عايش معايا، يعني انا مبهدلاه في اللبس. والبيزك دي برضو قماشه حلوه عشان بتتغسل كتير، عشان طبعا ما توبرش وتبقى القماشه بتاعتها زي ما قلت لكم ما تبقاش بتعمل ريحه عرق او حاجه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم و have a very very nice shopping journey.